على الرغم من أن حوالي 50% من السكان يمتلكون مهبلاً، لأننا لا نتحدث أبداً عن المهبل، إلا أن معظمكم لا يزال يتساءل كل يوم عما إذا كان ما يفعله مهبله أمراً طبيعياً تماماً أم غريباً حقاً. واليوم سأخبركم ب5 أشياء قد تفعلها مهبلكم وتبدو غريبة، ولكنها طبيعية تماماً. إذا كنت جديدة هنا وتعلمت شيئاً من هذا الفيديو، فيرجى التفكير في الاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتك أي تحميلات. لنبدأ بمعلومات عن المهبل. الأول، إفرازات. هذا صحيح، الإفرازات المهبلية طبيعية تماماً. يقوم جسمك بإفرازات مهبلية للحفاظ على نظافته وصحته. هل سمعت ذلك؟ هذه هي الطريقة التي يحافظ بها المهبل على نظافته. إنه عضو ذاتي التنظيف. يرجى عدم وضع أي صابون أو غسول أو أي شيء من هذا القبيل داخله، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب الميكروبيوم المهبلي، وفي الواقع قد يتسبب ذلك في مشاكل أكثر مما يساعد. الإفرازات المهبلية الطبيعية هي مزيج من مخاط عنق الرحم وسوائل من خلايا المهبل، تشبه إلى حد ما اللعاب في فمك، والنباتات الطبيعية والخلايا الميتة التي يحتاج جسمك إلى التخلص منها. من الطبيعي تماماً أن يكون لديك هذا الإفراز، وجسمك يحب وجود هذا الإفراز، ولكن بشكل عام، الإفرازات المهبلية هي جزء طبيعي من المهبل السليم والسعيد. رقم 2، إفرازات مختلطة قد تبيض ملابسك الداخلية. هذا شيء رأيته في كل مكان على تيك توك. بعض الناس يفهمونه بشكل صحيح، وبعضهم يخطئون في فهمه. لكنني هنا لأخبرك أن الإفرازات المهبلية التي تغير لون ملابسك الداخلية الداكنة أمر طبيعي تماماً. لماذا يحدث هذا؟ تبطن ظهارة المهبل خلايا تنتج الجليكوجين، وذلك لأن الجليكوجين يخلق بيئة ملائمة لبكتيريا تسمى اللاكتوباسيلي. اللاكتوباسيلي هي جزء طبيعي من الفلورا المهبلية الصحية، وتقوم اللاكتوباسيلي بتحويل الجلوكوز إلى حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك له درجة حموضة منخفضة، لذا فإن بيئة المهبل حمضية، وهذا يعني أن الإفرازات المهبلية حمضية أيضاً. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإفراز المهبلي الحمضي إلى تفتيح الأقمشة الداكنة في ملابسك الداخلية. بغض النظر عما أخبرك به تيك توك، هذا أمر طبيعي تماماً. إنه دليل على مهبل سعيد وصحي. للتوضيح، إذا لم يكن لديك إفرازات مهبلية حمضية تفتح لون ملابسك الداخلية الداكنة، فلا بأس بذلك أيضاً. لا يوجد شيء خاطئ ولا درجة الحموضة المهبلية سيئة أيضاً. لذا، في حالة عدم وجود أعراض أخرى، فهذا أمر طبيعي يمكن أن يحدث، ولكنه ليس شرطاً لازماً. رقم 3، المهبل يصدر صوتاً. هذا أمر طبيعي تماماً. قد تسميه بعضكنا كويف. هذا أمر طبيعي تماماً من الناحية الفسيولوجية. المهبل عبارة عن كيس أعمى، مما يعني أنه ينتهي. لذلك، في أي وقت يعلق الهواء فيه بسبب النشاط أو إدخال لعبة أو قضيب أو أي شيء آخر، يجب أن يخرج الهواء أيضاً. والطريقة الوحيدة لخروجه هي العودة من فتحة المهبل. لذلك، مع الحركة أو النشاط أو الجنس، قد تسمعين صوتاً مسموعاً للهواء وهو يخرج من المهبل. هذا ليس مدعاة للقلق. هذا أمر طبيعي تماماً، ويجب أن تكوني قادرة على التغاضي عنه، أو حتى عدم التغاضي عنه، ومواصلة حياتك. لا داعي للقلق. رقم 4، المهبل يسبب دم الحيض البني. هذا أمر طبيعي تماماً في الواقع، وهو نتيجة لتفاعل كيميائي عضوي رائع. عندما يكون تدفق الدم أخف، كما في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها، قد يبقى هذا الدم أحياناً في المهبل. وكما تحدثنا قبل بضع دقائق، فإن المهبل بيئة حمضية، وهذا يؤدي إلى عملية تسمى الأكسدة أو الهضم أو تكسير دم الحيض، وهذا يحوله إلى لون بني. إذا خرجت بهذه الطريقة، فقد يكون لونها بني داكن. إذا اختلط ببعض الإفرازات المهبلية الطبيعية، فقد يكون لونه بني فاتح. في كلتا الحالتين،
هذه عملية طبيعية تماماً وهي مجرد جزء من طريقة عمل جسمك. رقم 5. ينتج المهبل جلطات دموية أثناء الدورة الشهرية. هذا صحيح. قد يكون هذا في الواقع خطأ المهبل وليس الرحم. عندما يدخل الدم إلى المهبل، أحياناً يبقى هناك ويتخثر إلى حالة صلبة أو شبه صلبة، وهذا يجعله يتحول إلى جلطة دموية. عندما تقفين أو تتحركين أو تجلسين للذهاب إلى الحمام، يمكن أن تخرج على شكل جلطة دموية، وهذا أمر طبيعي تماماً. ومع ذلك، إذا كنت تعانين من الكثير من الجلطات الدموية ونزيف شديد في نفس الوقت، فقد لا يكون ذلك طبيعياً. ولكن إذا كنت تعانين من جلطات دموية وكان نزيفك أو تدفقك خفيفاً جداً، فقد يكون ذلك مجرد شكل مهبلك. هذا هو الحال بشكل خاص إذا لاحظت ذلك في الصباح الباكر أو عندما تكونين جالسة لفترة طويلة، لأن ذلك أحياناً يحبس الدم داخل المهبل الذي ناقشناه على أنه كيس أعمى ويسمح له بالتجلط في صورة جلطة دموية، وهذا يعني أن دمك يعمل كما ينبغي. يجب أن يتخثر دمك إلى جلطة دموية إذا لم يكن يتدفق. ولكن مرة أخرى، إذا كنت تعانين من الكثير من الجلطات الدموية ونزيف شديد في نفس الوقت، فقد لا يكون ذلك طبيعياً، كما أنه قد لا يكون طبيعياً إذا كنت تعانين من جلطات دموية كبيرة الحجم. ولكن إذا لاحظت أحياناً بعض الجلطات الدموية الصغيرة أو المتوسطة الحجم، ولم تكن مصحوبة بنزيف حاد آخر، فمن المحتمل أن يكون ذلك مجرد دم متجمع في المهبل عندما لا تتحركين. إذا أعجبك هذا الفيديو وتعلمت منه شيئاً، يرجى إعطاءه إعجاباً.